السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الأستاذ عبد اللطيف، تلاميذ أولى باك. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو اللي غنهضروا فيه على المواضيع ولي تيم اللي غادي يكونوا في أونتيغون. غادي نشرحوا جميع هاد المواضيع بواحد واشنو الدور ديالو في القصة ديال أونتيغون. أول موضوع غادي نهضروا عليه ولا أول تيم غادي نتريتيوه هو لو دوفوار فاميليال او الواجب العائلي. أونتيغون غادي تكون في واحد الصراع مع الخال ديالها كريون. أونتيغون غتبغي تدفن الاخ ديالها، بينما كريون غادي يرفض باش يخلي بولينيس تعذب الروح ديالو. أونتيغون حيتاش خوها، فبيان سور من الواجب عليها انها دير المستحيل باش تدفنو. اذا هنا كتكون كتطبق ما يسمى بالواجب العائلي تجاه الاخ ديالها. خلاصة، أونتيغون كتطبق العدالة الإلهية لا لوا ديفين، و كريون كيطبق العدالة البشرية لا لوا إيمان. المصطلح الثاني أو لو تيم الثاني أو الموضوع الثاني اللي غادي نهضروا عليه هو لا فراترنيتي. لا فراترنيتي هي الأخوة. شنو الدور ديالها في القصة؟ غادي نهضروا كذلك على العلاقة اللي كتجمع بين أونتيغون والإخوة ديالها وأونتيغون والأخت ديالها. بيان سور بيناتهم واحد العلاقة ديال ماشي كثر من الأخوة، يعني علاقة صداقة، علاقة تقارب، علاقة حنان، علاقة حب، يعني كاينة واحد العلاقة اللي قوية بين الإخوة، مما خلى أونتيغون أنها دير جوج المحاولات وتغامر بحياتها وتقدر أنها تضحي بروحها. ماشي مشكل أن كريون يقتلها، المهم هو أن خوتها هادوك غادي دير المستحيل على ودهم. كذلك فين كتجلى هذه القضية ديال الأخوة؟ عند اسمين. في المرة الأولى كانت رفضات أنها تعاون أونتيغون لأنها كانت خايفة من أن كريون يقتلها، ولكن في الآخر حتى هي اتحدت مع أختها وبغات دير حتى هي المستحيل باش تدفن بولينيس. لو تيم رقم 3 هي لا فاتاليتي ولا لو ديستان، القدر. لا فاتاليتي ولا لو ديستان لا توش ديالها في أونتيغون سيكو مهما دير لي درتي فالقدر ديالك مكتوب بين، يعني معروف مكتوب، الله سبحانه وتعالى كاتب لك القدر ديالك. بمعنى اخر أونتيغون ما مسوقاش انها تموت، واخا يقتلها كريون فهي ما كانش دايره بالها انها غادي تقتل وانها غتموت. كتقول مع راسها راه كريون خالها دونك يقدر يعفو عليها، يقدر يسمح ليها، ولكن كان قدرها هو انها تموت. وماشي غير أونتيغون، وانما واحد العدد كبير من لي بيرسوناج اللي تا هما ماتوا. نذكروا أونتيغون، ايمون، لي دو فخير بولينيس اي تيوكل، ونهضروا كذلك على أوريديس اللي هي لا مامون ديال ايمون. هادو اللي ماتوا في القصه ديال أونتيغون. المصطلح الرابع او لو تيم رقم 4 اللي غادي نهضروا عليها هي لامور، الحب. فين كيتجلى لامور في القصه ديال أونتيغون؟ بكل بساطه بين أونتيغون و ايمون اللي هو الخطيب ديالها وفي نفس الوقت ولد خالها، بحيث ان ايمون كيبغي أونتيغون وأونتيغون كتبادل نفس الشعور، ولكن في واحد اللحظه معينه ما عندها ما دير، عارفه راسها انها غادي تموت، فهو غادي يدير المستحيل باش ما يخليش الاب ديالو يقتلها، ولكن للاسف الشديد ما نجحش في المهمه. ومن بعد ما كريون حاول انه يدفن أونتيغون وهي حيه، شنو درت هي؟ قررت انها تشنق راسها، وحيتاش ايمون ساق الاخبار بانها ماتت تبعه حتى هو انتحر ومات مع أونتيغون. اذا هنا كنقولوا لو ساكريفيس، تضحيه، ولامور كذلك الحب. لو تيم رقم 5 اللي غادي نهضروا عليه هنا، غادي نهضروا على دونك قلنا لو ديستان او لا فاتاليتي، هضرنا على لامور، هضرنا على لا فراترنيتي، هضرنا على لو دوفوار فاميليال الواجب العائلي. دابا غادي نهضروا واحد الموضوع اللي بزاف د المرات كيتحط في يعني في لي زيكزامان ريجيونو، كيقول لك واش انت مع أونتيغون ولا مع كريون؟ يعني واش انت الا كنتي بلاصه كريون واش غيعجبك الحال داكشي اللي درتي، ولا كتفضل تكون بلاصه أونتيغون وتقدر انك تضحي بحياتك من اجل باش تدفن الاخ ديالك؟ كانوا تقريبا هادو هما لي تيم يعني برينسيبو اللي يعني المتداوله. وهنا بيان سور نذكروا الشخصيات الثانويه اللي الدور ديالهم واخا ثانوي ولكن مهم، بحال لي غارد اللي مقابلين الجثه، بحال لو ميساجي اللي كيعلن على لا مور ديال أونتيغون و ايمون، بحال لا نوريس اللي هي المربيه. فهادو كلهم ادوار رئيسيه مهمه
فما يمكنش واخا نهضروا على الشخصيات الرئيسيه اللي هما اونتيغون كريون ايمون، فكاينين ادوار اخرين اللي هي ثانويه ولكن راه مهمه بزاف. نتمنى تكونوا استفدتوا، نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.